يعني ايه واحدة تدخل لي على الخاص تقول لي هو انا ملاحظة كتير ان انت ما بتشكريش في المنتج ده؟ طب هو انا اشكر في حاجة انا ما حبيتهاش ليه؟ اقول لك على حاجة حلوة وهي اصلا وحشة؟ ثانيا انا ما بطلعش اقول لك على حاجة وحشة خالص، انا بقول لك دي جودتها مش زي دي، بقول لك ده جودته مش زي ده. اللي انا بذكره اللي انا بشكر فيه ايه اللي هو ايه خامات كتيرة انا شغالة فيها وبقول الخامة دي كذا والنوعية دي كذا وحلوة جدا. لما حد يسألني بقى سواء على الخاص او على الكومنتات طب ايه رأيك في ده، انا ما بقولش عليه وحش، انا بقول عليه ده جودته مش زي ده. ودي حاجة برضو ترجع لك انت حابة تشتغلي في حاجة رخيصة عشان تكون مثلا تكلفتها قليلة عليكي او يكون مكسبها اكتر ليكي، دي حاجة ترجع لك انت. لكن انا هنا موجودة بشتغل على ثقتك ليا، لما انا بشتغل على حاجة او بقولك على حاجة لازم تاخديها مني مصدر ثقة، ما تروحيش تجيبي نوعية انا بشكرلك فيها وتيجي في الاخر تلاقيها وحشة. فانا ليه اصلا انقلك حاجة مش صحيحة بالمرة؟ انا ما بتاخرش على حد في الرد على الخاص او على التعليقات، على قد ما ربنا بيقدرني بقدر ان انا ارد عليكم. ثانيا بقى ما تجيش واحده في الاخر تقوم قايله لي انت ليه اصلا بتشكري في الخامات دي وما بتشكريش في دي. هو انا هنا مش طالعه اعمل لك اعلان، انا هنا طالعه بقول لك على الحاجه الصح اللي انت هتجيبيها وتجربيها عن ثقتي وعن ثقتك فيا. خلاص انت هتجيبيها وانت مغمضه عينيكي فعلا انا بشكر لك في الحاجه دي لان انا ما بستخدمش غير دي. يلا بص بقى كده الصور ديت، انا بروح المطبعه بقول له انا عايزه اطبع على ورق كوشيه بيبقى فيه عنده جرامات، سواء بقى على حسب المطبعه اللي انت بتروحيها بيبقى فيه من 200 ل 250 و 300. انا بحب اطبع في حاجات معينه على 300 وحاجات على 250. بالنسبه للمطابع مش كلها بيطبعوا على ورق كوشيه لان بيبقى لازم كميه كبيره يطبعها لك. لكن لو انت حابة تعرفي انا بطبع فين، انا بطبع عند المطبعة اللي قصاد جامعة القاهرة، مطبعة اسمها كوبي برنت، وبطبع في مطبعة تانية اسمها المتحدة. الاتنين دول كويسين جدا وعلى طول لو انت هتطبعي ورقة واحدة برضه هيطبعها لك مفيش اي مشكلة عنده. وبقولها لك تاني انا كده مش بعمل دعاية لحد، انا بعرفك انا بجيب حاجتي منين عشان اوفر عليكي وقت ومجهود ما تقعديش تدوري كتير. زي ما انتوا شايفين اللي قدامكم دي شوكولاتة بيضة بابايا كان بشرها عشان يوفر عليا وقت ربنا يبارك لي فيه، لما اجي اسيحها او اعمل كيك بوبس او اعمل اي شغل ما تاخدش معايا وقت لان الشوكولاتة بتغلبنا في الشتاء كتير. بالنسبة للنجوم دي انا عاملاها بعجينة سكر ومنشفاها ببودرة CMC عشان تفضل واقفة معايا كده على الطوبة. طيب بالنسبة للواير اللي انا مستخدماه ده عبارة عن سلك رفيع جدا بقدر ان انا اتنيه زي ما انتوا شايفينه كده. انا جايباه من عند الموان، من عند الموان هتقولي له عايزة سلوك رفيعة، هي بتبقى مجموعة على بعض كده. انا لما جبتها كانت سعرها عاملة 37 جنيه، بقالها فترة كبيرة عندي وقربت تخلص، واما اجيبها تاني برضو هصورها لكم وهي على بعضها. زي ما انتوا شايفين برضو الصور انا بلزقها برضو على الواير ده احسن من الاعواد الخشبية بكتير وحلوة وما بتبقاش باينة لو انا مثلا حطاها على فراشة او حاجة زي كده. وزي ما انتوا شايفين انا حطيت عندي الصور وادتني برضو شكل جمالي للتورته. يعني تقدري تعملي المجسمات وتقدري تعملي الصور زي كده ما بتاخدش معاكي وقت وفي نفس الوقت بتبقى سعرها اقل لو انت برضو حابه ان انت تسعري للعميل. وحبيت ان انا هنا احط حاجه بعجينه سكر، حسيتها برضو ايه ان انا بعدت كده بالديزاين بتاع التورته وقلت برضو هحط حاجه ليها علاقه بنفس الصور اللي انا مستخدماها. وبالنسبة للصور دي يا بنات انا بجيبها من موقع اسمه بنترست، بيسهل عليا جدا الوقت وبيسهل كمان عليا ان انا احصل على صور جودتها عالية وفي نفس الوقت لما اجي اطبعها ما تبقاش مبكسلة. فالبرنامج ده كويس جدا تقدري تنزليه من على متجر بلاي وتقدري تستخدميه في اي ديزاين انت حابة تستخدميه، تقدري ان انت تبحثي او تعملي عليه سيرش هيطلع لك الصور بتاعته. والصور دي انا بلزقها بشمع او بلزقها كمان بلزق، بس افضل حاجة بتكون معايا الشمع. يا رب فيديو النهارده يكون عجبكم، ولو عجبكم فيديو النهارده كالعاده هستنى رايكم تحت في التعليقات، وكالعاده ما تنسوش تسيبولي لايك. اشوفكم فيديو جديد، باي باي.